عسلامة ومرحبا بكم في زعمة شنطية اثنين. اليوم ان شاء الله باش نحضروا مع بعضنا سيترونات. حاجتنا اول بالقرص يكون ناضج اصفر، يعني القشرة نتاعو صفرة باهية، سكر، ماء وسكر فاني. اول حاجة نغسلو القرص ونحيولو يعني الحدا نتاعو من هنا ومن هنا، نقصوهم ومن بعدها باش نقصوهم بظروف جوات. توا بعد ما قصينا القرص معناها ظروف جواد، يعرضنا قلب ولا حاجة نحيوه باش نحطوها في السنتريفيجوز ونخدمو يهبط العصير وحده والقشور في شيرة أخرى وحدها. ونكملوا بقية القرص. هنا القشور وحدها، هنا العصير وحده. كملنا الكمية اللي عنا. هذا عنا جو كونسونطري، ومن هنا عنا القشور باش نطيشوها بالطبيعة ما عادش نستعملوها. بعد نعملو ديليسيون، معناها نحضرو الماء وسكر ونخلطو به العصير هذا اللي حاجتنا فيه. من بعد توا نحضرو الماء والسكر، ناخذو إترة غير نص إترة ماء، نحطو عليها تقريب 200 غرام سكر، نذوبوها. هنا حطينا السكر في الماء خاطر اسهل. وتوا على كل معناها كيلة نتاع سيترون كونسونطري نعمل عليها 3 كيلات ماء وسكر. ونشوفوا هذا 250 250 سنتيلتر نحطوهم، ونحط عليهم 3 مرات قدها ماء وسكر، ونذوقو كان خفيف. نجم نزيدو كونسونطري، كان معناها مازال قوي نزيدو الماء والسكر. حركو ونذوقو. توا سيترونادة متاعنا حاضرة، بنينة حلوة باهية من غير ما نزيدوها حتى شيء.
ما نسحقوش باش نزيدو ليه ماء وسكر ولا سيترون. نجمو توا نحطوها في البيبسة بالله ونحطوها في الفريجيدير